هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا يا رب. لما تحس ان انت كده محبط كده وشايفها سودة يعني ومش باين لها اي نور، ابتدي يا حبيبي ان انت خد كده نفس عميق قوي، وابتدي ان انت خرج النفس كده ده بالراحة كده، واهدى كده على نفسك. فكر كده شوية مع نفسك، انت مش في سباق عشان المفروض انك تكسبه. عادي على فكرة، زي ما قلت لكم قبل كده، اعتبر ان انت نفسك لعيب كوره. الناس اللي بتلعب كوره بتكسب مره وبتخسر مره، وعادي. الدنيا بتمشي، مش اللي هي الحياه بتقف. نفكر كده شويه. وكمان ان انت مش بتثبت حاجه معينه بعينها لحد في حياتك خالص. يعني انا عايش عشان نفسي، مش عشان اثبت لحد ان انا مثلا قدير بالحاجه الفلانيه. انا مثلا اثبت له ان انا ناجح وان انا قد الحاجه الفلانيه. انت بتثبت ده لنفسك، مش محتاج دعم من غيرك. انت تقدر تدعم نفسك، انت اللي هتوقف نفسك على رجلك. مش مستني كلمه حلوه تخليك ان انت اقوى من الاول، تخليك ان انت تثق في نفسك. لا، دعم نفسك بنفسك، ومتستناش الدعم من اللي حواليك، لان هتلاقي في ناس كتير بتحبطك. على فكرة ده مش عيب فيك، ومش هقول عيب فيهم، بس اعرف ان انت حد ناجح، عشان كده انت مقصر فيه. فاللي بيعيش ويفكر في كلام الناس وده قال وده عاد، مش بيقدر يتحرك من مكانه خطوة واحدة. ففكر دايما ان انت مش في سباق، وان الدنيا دي مش 24 قيراط زي ما كانوا بيقولوا لنا خالص، وان انت في اختبار. ومنتهى البساطة كل حاجة بتجيلك في وقتها المناسب، ولا هي متأخرة دقيقة ولا هي جاية بدري عن ميعادها دقيقة تانية. ولو انت فاكر ان هتاخد رزق غيرك، فانت بيتهيألك. انت ولا هتاخد رزق غيرك ولا غيرك هياخد رزقك، سواء في الفلوس، في شغل، في حب الناس، في جواز، في حب حد تتجوزه، او حتى لو ما تجوزتوش في حب حد، في كل حاجة، في الصحة، في الولاد، في كل حاجة. كل حاجة متشالالك في وقتها المناسب، زي ما متشالة لغيرك بس. وكل حاجة عدت وكنت فاكرة انها مش هتعدي، فهي عدت. برضو اللي انت فيه دلوقتي هيعدي زي ما عدى اللي فات. شكرا.